من الطبيعي أن تأتيك الطعنة من أحدهم، لكن عندما تأتيك الطعنة من أقرب الناس إليك فتلك هي المصيبة. يوم الجريمة كان مساء الجمعة الماضية، عندما كان المجني عليه يسير في أحد الشوارع التابعة لمنطقة مسطرة، مستقلا دراجته النارية لذهابه خارج المنطقة، حتى فوجئ بالقاتل يسدد له طعنتين، وبسبب هذه الطعنتين لفظ أنفاسه الأخيرة. بالرجوع إلى الماضي، المتهم صديق المهندس سعيد صاحب ال30 عاما منذ الشهادة الابتدائية. لكن ماذا حدث للمتهم الذي قرر أن يغدر بصديق عمره؟ تقول والدة المهندس سعيد هاني الضحية أن الخلافات بدأت منذ سنوات عندما نشب بينهما، وتدخل الكثير لحلها، ولكن المتهم أصر على إنهاء حياة نجلها. تقول والدة المهندس سعيد أن القاتل كان دائما ما يحقد على ابني لأنه متعلم وهو فشل في حياته الدراسية، وعندما تركنا المنطقة وعدنا لها من جديد ازدادت الخلافات بينهما، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقا. انتظروني في حلقة قادمة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.